السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنطمن على اليرقات الصغيرة مع بعض، وهنشوف وصلت لإيه. وللناس اللي أول مرة تتفرج عليا أحب أقول لها إن أنا عندي يرقات كبيرة من الدورة القديمة، ولكن الصغيرين دول من الدورة الجديدة، فتعالوا نشوفهم سوا. ما احنا مش شايفين هو احجامه مختلفة، لان طبعا انتوا عارفين ان احنا بنشيل الديدان الخنافس قصدي بنشيلها كل اسبوع. ففي واحدة اتولدت او اتبضت في اول الاسبوع، واحدة في اخر الاسبوع، عشان كده في تفاوت في الاحجام بس مش تفاوت كبير يعني. تعالوا بصوا بقى هنا الاساسي، احنا نقلب فيه كده شوية. بصوا ما شاء الله. ده كده كان أول مكان للأمهات اللي عندي من قطيع الخنافس. ده أول مكان حطيتهم فيه. بعديها بأسبوع نقلتهم لعلبة تانية. يلا بينا برضو نشوفها. بسم الله. بصوا بقى لو نلاحظ هنا كله صغير منمنم جدا. هنلاحظ هنا ان احجام اليرقات صغيرة نسبيا عن العلبة اللي فاتت، لان الفرق ما بينهم في السن تقريبا او مش تقريبا، هو فعلا اسبوع. فرق في السن ما بين العلبة دي والعلبة اللي فاتت اسبوع. احنا بقى نيجي هنا للخنافس. عايز اوريكم حاجة في قطيع الخنافس او في قطيع الأم. بصوا كده، ده التاريخ اللي انا دخلتهم فيه العلبة، 24/8. النهاردة 1/9، يعني كده عدى عليهم اكتر من اسبوع كمان. انا كنت سايبهم العلبة دي زي ما انتم ملاحظين علبة كبيرة، فانا سبتهم فيها وقت اكبر، بحيث بقى يعني بصوا الفرق ما بين العلبة دي والعلبة دي انا اسيبهم فيها اسبوع، دي ممكن اسيبهم فيها اكتر لان دول اللي هيطلع ياخد مساحته عادي، مفيش اي مشكلة. بصوا ما شاء الله، دول اكتر من 250 خنفسة، بس هما بيحبوا يستخبوا. يحبوا يدفنوا نفسهم ويجروا، ده هما اصلا دافنين نفسهم في كل حتة. طبعا ما بيحبوش كده، ما بيحبوش الاضاءة، بس انا عشان خاطركم بس، عشان خاطركم بس بنصورها. عايز بقى اوريكم حاجة، هما دلوقتي دول معاهم دود صغير، دول معاهم دود صغير. تعالوا نشوفوه هنا كده، هيبان معانا ولا لا. ممكن تكون دي ما فيهاش حاجة وممكن يكون فيها، بس حتى انا مش شايفه. لا انا شايف في تحرك هنا اهو باين اهو. انا شفت الدود الصغير. طبعا الدود الصغير ده بيبقى شفاف، اللي هو لسه طالع من البيضة اهي. بصوا كده اهي. لازم بقى اهي واضحة في الكاميرا. دود صغير ده منمنم، ده كده معناه خلاص البيض اللي مع الامهات هنا بدأ في الفأس كمان، يعني دخل في مرحلة الفأس. فالمفروض ان احنا كده ننقل القطيع بتاع الامهات ده بقى لمكان تاني ان شاء الله. خليكم معايا، انا هروح اجيب الحاجة واجهزها عشان ننقله ان شاء الله. ماشي. يلا بينا، بسم الله. حلو كده. كده احنا حطينا في الصندوق بتاعنا، معظمه ردة، في بعض العيش الصغير اللي دخل مفيش مشكلة، يعني مفيهوش أي مشكلة. نبدأ بقى ننقل الخنافس. بسم الله ما شاء الله. أنا عايز أقول لكم دي آخر مرة هنقل الخنافس يدويا. بعد كده أنا مش هنقلهم بإيدي، هنقلهم بقى بحاجة زي الفراز كده، حاجة تفرز الكبير عن الصغير. آخر مرة هنقلهم بإيدي إن شاء الله، بعد كده نستخدم الفراز. خلاص انا بقى نقفل معاكم الفيديو واجيلكم لما انقلهم كلهم ان شاء الله.
يلا بينا. تمام، بصوا يا جماعه احنا كده نقلناهم يدوي اهو زي ما انا قلت لكم. وانا نقلتهم يدوي عشان كنت عايز اعدهم واعرف هما بالظبط كام واحده. وهم طلعوا 222 واحده. جميل. وطلعت هنا النافق منهم، وده طبعا لازم يترمى عشان ما يسببليش مشاكل. تقريبا 9 وحدات، 1 2 3 4 5 6 7 8، لا 8 وحدات ميتين. تمام. هما طبعا بيخلصوا دورة الحياة بتاعتهم اللي هي من 2 ل3 شهور، وبعد كده بيموتوا. طيب دول احنا قلنا 222 واحدة، خلاص احنا نقلناهم. بس ما ننساش ان احنا نحط ليبل، لازم نحط هنا، نكتب هنا اليوم اللي هما طلعوا فيه. النهارده 1/9، فانا هكتب في الورق بتاعي ده، هكتب 1/9. تمام اهو. وهقوم ايه لازقه هنا كده، معناه ان هما خلاص هما اتسكنوا يوم 24/8 لحد 1/9. ده عمر كل اللي جوه هنا. تعالوا نبص بصة كده على اللي هنا اهو. بصوا باينين اهم تحت، باينين تحت هم ما شاء الله، بس صغيرين قوي وفي بيض. دول بقى خلاص كده احنا هنسيبهم، دول كده شغلنا هنخلص معاهم. طيب ودول لازم طبعا برضو نعرف احنا نقلناهم هنا امتى، عشان برضو نحسب لهم اسبوع او 10 ايام، وهسيبهم ان شاء الله 10 ايام بعد كده ننقلهم. هكتب 1/9 اهي، وهنقلهم هنا. تمام. انا قلت دول 222 واحدة. تمام، بس احنا لسه ما زودنا لهمش الخنافس اللي لسه طالعة من الشرينة الجديدة معانا اهي. بسم الله. تعالوا بقى نزود دول بسرعة كده. دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ودي معرفتش تتشرنق، نطلعها دي 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 واحدة. تمام، 27 واحدة، وهم أصلا كانوا 222، يعني 250 إلا واحدة. أنا هقوم كاتب هنا إن هم 249 خنفسة تقريبا كده. أنا عندي 250 خنفسة ما شاء الله، بس عشان أنا عايز أفضل متابع عددهم فأنا هكتب عددهم هنا عشان أبقى عارف هم كام واحد. كده احنا خلصنا دول، وكده احنا اطمنا على الدود الصغير بتاعنا. فاضل بس ان احنا ننقل الشرانق هنا. تمام، بسم الله. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا ننقل الشرانق كلها قدام الكاميرا،
فانا هنقلهم وهعدهم واقول لكم هما كام واحده. بسم الله، دي واحد. تمام كده 30، يبقى كده 30 واحده ما شاء الله. بس بكده فيديو النهارده يكون انتهى. هشوفكم ان شاء الله المره الجايه. ايه ده استنوا اهي، ودي فوق البيع مش هنحسبها. بكده فيديو النهارده يكون انتهى، واشوف الله. ادي واحده كمان، ده كده بقى مش هيبقى فيه فوق البيع، كده يبقوا 32. وبكده فيديو النهارده بقى هننهي الفيديو ده ولا لا؟ ماشي ثواني يا جماعه، دي في 31 33 قصدي 33. استنوا يا جماعه، احنا مش هننهي الفيديو ده. احنا هنبص تاني اهي 34. رغم ان انا والله يعني الفلاش بتاع الموبايل لما اشتغل الكاميرا اشتغلت، شفت حاجات انا مكنتش شايفها. 34 مفيش حاجة اهو. ننهي بقى الفيديو ولا ايه؟ انا شايف كده مفيش حاجة. لا قبل ما ننهي الفيديو بقى هنجيب لهم قطعة بطاطا نحطها لهم. اهي البطاطا بتاعتنا، اهي البطاطا. هنحط لهم حتة حلوة كده. بس كده فيديو النهارده يكون انتهى. متنسوناش بقى من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.